عائلة مكونة من 3 أشخاص، الأبو والأم والولد، ما عندهم إلا هالولد. والأبو كان غني تاجر الله رازقه، وولده كان يدرس الثانوية. خلص الثانوية، الأبو نادى ولده وقال له تعال أبيك بسالفة. قال له آمر يبا. قال له أبيك تسافر وتكمل دراستك وتجيب شهادتك من برا. أيامها كانت تو الدراسة برا والسوالف هذه. فقال له يبا من راح يوقف وياك بالتجارة واللويا هذا، خلنا أقعد وياك ما شنو. فأبوه قال له أنا أبيك بس تجيب شهادة، لأن مع الأيام ما راح تنفعك إلا شهادتك. تجارة وهذا نعمة من الله، بس اللي راح ينفعك بعد عمر طويل اللي هو شهادتك. فأنا أبيك تروح تسافر وتجيب الشهادة. فالولد قال له يبا ما يبا. فأبوه قال له أنا نصيحتي لك إنه تسافر. فالولد قال تامر ما طلب شيء. فالولد سافر عشان يدرس. بالفترة هذه الأبو عنده هالبيت، ما عنده إلا هالبيت هذا. فقال حق ولده إن شاء الله ترجع بالسلامة، وبعدها البيت هذا أضبط لك إياه وأزوجك يكون هذا بيتك إن شاء الله يا رب. فقال له أنت عندي أولى. قال له أنت تسافر وما عليك إلا العافية. فسافر الولد إنه يكمل دراسته. وفعلا الأبو بدأ يعدل بالبيت ويصبغ بالبيت، وحط غرفة، هذه غرفة عيال ولدي وهذه غرفة ولدي ويا زوجته، وهني الصالة، وهني رسم أحلام وردية كاملة عن البيت وعن ولده إن شاء الله بعد ما يرجع من السفر. وتم 4 إلى 5 سنوات إلا وهو يدرس ولده برا. بهالفترة هذه كلها الأبو كان يجهز للبيت ويسوي له كل شيء بالبيت، وقاعد يخطط متى يرجع ولده من السفر إن شاء الله عشان يزوجه ويشوف ذريته. وفعلا ما طاف 5 سنوات إلا ولده يتصل فيهم يقول له يبا تخرجت، وإن شاء الله كل هاليومين أخلص إجراءاتي وأجيب شهادتي وأرجع لكم إلى الكويت. الأبو استانس وطار من الفرحة وبلغ زوجته أن خلاص بدأت الحين لما يرجع ولده بدأت الحياة اللي رسمها حقه إن شاء الله راح تصير قدامه ويشوف أحفاده واللوية هذا كلها. المهم الولد طول أسبوع 10 أيام. فالأبو بدأ يحاتي، وعلى زمن قبل ما في تلفونات لازم الولد يروح السنترال ويتصل عليهم بالكويت. فطول 2 أسبوع الأبو بدأ يحاتي. فحب يسأل مني منك للحين ما في شيء. تواصل ويا الجامعة برا فقالوا له ولدك خلص واستلم شهادته وما ندري عنه للحين. المهم بعدها بكم يوم ولي اتصال من برا الكويت. الو فلان الفلاني. تفضل انت ابو الولد الفلاني؟ عسى ما شر في شيء. تقول ولدك كان طالع الى قبل 10 ايام تقريبا، كان طالع الى السوق يشتري اغراض ودعمته السيارة توفى. لا اله الا الله. بدأ الابو يسأل ويصرخ بالتليفون وزوجته سمعت وانهاروا. فعلا بعد ما انهاروا الأبو والأم والجيران التموا عليهم بعد ما سمعوا الصراخ وبكى الأم، فسافروا ويابوا الولد ودفنوه وعزوهم فيه. فالأبو من كثر ما ضاق صدره والدنيا كلها اسودت بوجهه خذ زوجته وطلع من البيت وسكر البيت. ويولى شرايين يولى الجيران بيشترون البيت يرفض انه يبيع. حاولوا فيه انه موقع او ما ادري شنو، انت الحي ابغى من الميت واستفيد من فلوسه اذا ما تبتقى بالبيت. قال مو للبيع. وسنة عن سنة وتوفى الأبو، وسنة عن سنة مو راضي يبيع البيت. وهذه كانت قصة البيت اللي يقولون عنه مسكون. ليش قالوا عنه مسكون؟ لأن بدأوا يسمعون في أصوات الجيران وبدأوا فكانوا يتحاشون منه. كان البيت لونه أبيض مخطط بأخضر. يقولون
كان أبيض مخطط بأخضر. ناموا قعدوا، الجيران شافوا البيت كله صار أبيض مخطط بأزرق ومكتوب عليه الله أكبر. ويقولون إن في شيخ راح يقرأ عليه، مطوع راح يقرأ عليه. فيقول قرأ كان يدخل يقرأ يغمى عليه، يبطل عينه يلقى نفسه بين الشارعين نايم. ووايد اشياء كانوا يتكلمون عنه ويقولون ان في جن مسلمين وما يبون احد يدخل البيت، خلاص استوطنوا البيت هذا. فصار الدلالين يخافون من البيت، ولا حد يصوب انه يشتري منهم، ولا حق ورثته ولا حق اهلهم. فكان الكل ينحاش منه. وكان هذا البيت دليل حق اي مكان، يعني واحد يبي يجي مكان الفلاني يقول له تعرف البيت اللي مكتوب عليه الله اكبر؟ انا بالجهه الفلانيه. البيت هذا كان معروف، وكان معروف انه هو مسكون. طبعا انتم ما تدرون، الناس تقول قصص سواء صايره مو صايره ما حد يدري، بس قصه البيت ان الابو هدى البيت هذا عشان ولده الوحيد اللي توفى. وبيوم من الايام قعدوا الناس شافوا الكرافات يت وهدت البيت وطلع مكانه فندق. وين هالبيت؟ ما راح اقول لكم وين، اللي عارف البيت وين هو عارف خلاص، واللي مو عارف ما نبي نفتح بيبان على سالفة البيت هذا. والحين مكانه فندق لا يكون الفندق مسكون ولا فلا، ما نبي نظلم الناس ويانا. فهذه كانت قصة البيت الأزرق أو البيت المسكون اللي مكتوب عليه الله أكبر.